عن تاليسكا ورونالدو، وايضا اليوم الاراء اللي انت شفتها قبل شوي على مستوى المؤثرين في تويتر في الهلال اتجاه على العمل، او اكتمال الهلال، انه لما يكتمل الهلال يظهر بهذا المستوى. وفي النصر انه يبدو كانه الموضوع انه الاداره، خلينا نقول اذا صحت العباره، اوهمت الجمهور بان هذا الفريق قادر على تحقيق اللقب. اولا فيما يتعلق بما يسمى بالمؤثرين خصوصا من الجانب النصراوي، انا اقول امحق مؤثرين. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليش؟ وجهة نظري، رأيي الخاص، اقول امحق مؤثرين. اي بعد ناقشها. طيب اقول امحق مؤثرين بس. بمعنى انهم ما هم مؤثرين؟ امحق مؤثرين يا ابو حلاش. كيف؟ فعلا المؤثرين ذولا صح. التأثير مسألة مختلفة تماما. شلون؟ تأثير في بناء الرأي، في العمق، في الطرح، في الخط البياني، في الزمني، في الآراء، في الأفكار، في حاجة واحدة غلابة ما عندهم شيء. فأنا أتجاوز موضوعهم، لأن أنا بكتفي بقول أمحق مؤثرين، خصوصا حق اللي من جانب النصراوي، أمحق مؤثرين. طيب. اثنين، لهم حق الرد هم عموما. يلا عندهم حسابات يردون. نشوف حجم التأثير يعني. هذه نقطة. النقطة الثانية، وأنا أقول إذا كان هناك مشاكل في النصر فهي واحدة من أعمق المشاكل، ما يسمى بالمؤثرين. هذه مشكلة عويصة جدا. الإدارات الكبرى ترسم استراتيجيتها، تتخذ قراراتها بناء على المعطيات اللي عندها، بناء على الميزانيات، بناء على الحالة الفنية. مؤثر يجيب لي مدرب، مؤثر يطلع لاعب، مؤثر يقول لي خطة. امحق مؤثرين. الجانب